السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات وأفكار بشرى. اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة، نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وصفتنا اليوم كيف ما كتشوفوا بسطيلة ديال الحوت بطريقة مميزة وسهلة وبسيطة، فما نطولش عليكم، ندوزو لطريقة التحضير والمقادير ونبداو على بركة الله بطريقة التحضير والمقادير في نفس الوقت. هنا شديت واحد هاشوار حيت غادي نخلط فيه كلشي. غادي ندير فيه كمية من القزبر والمعدنوس، درت المعدنوس كتر من القزبر، واحد حامضة مصيرة، واحد نص معلقه ديال الهريسه، انا ما كثرتش الحار، ممكن الضعف ديال الكميه. وغادي ندير ملعقتين ديال التوابل ديال البسطيله ديال الحوت، هما اللي غادي نعتمد في العطريات تقريبا. الشيء الاخر غادي ندير منه غير ربع ولا راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال التحميره، وراس معلقه ديال الخرقوم. ما كثرتش العطريه باش ما كتجيش غالبه على النكهه ديال الحوت. غادي نضيف واحد الضامه ديال السمك وثلاثه الفصوص ولا 4 ديال الثوم، عصير ديال الحامض والصويا صوص واحد 2 معالق تقريبا ولا 3. ما تطوراتش اللقطه ولكن انا قلتها لكم. كنطحن الكل مزيان حتى كيتخلطوا بهذا الشكل هذا. هي باش تجمع ليا داك الخليط اللي درت. كنزيد واحد شويه ديال الزيت، لان انا ما درتش الزيت حيت مازال غادي نشحروا به المكونات باش ما يجيناش كتير. صافي كتخلط بحال هكا، المهم تكون كتهز صافي. اول حاجه بديت بالحوت هي الميرلون، خديت منها تقريبا كيلو، درت فيها ورق الرند، شويه ديال الابزار، وغادي ندير فيها شويه ديال الاعشاب المنسمه، وغادي ندخلها للفران. وغادي نزيد عليها قطرات ديال الحامض، واحد 3 المعالق تقريبا ديال الحامض، وغادي ندخلها على 300 درجه من الفوق ومن التحت دغيا كطيب. وندوز دابا للمقادير الاخرى. هنا عندي مقلاة فيها شويه الزيت، ملعقه ديال الزبده وملعقه ديال الشرموله، كنخليهم يتشحروا بحال هكا، وكنزيد عليهم كيلو ديال الكالامار. بالنسبه لي انا عندي كالامار صغير، ما احتاجيتش انني نسلقه، فقط دوزته في المقلاة كيف ما كتشوفوا. واخا طلق لي الماء غادي ندير حدايا في هذه الاثناء واحد شبيكه، وتحت منها شي حاجه، شي كاسرونه ولا شي حاجه، باش غادي نصفي فيها الحوت كامل اللي غادي نشحرو، باش ما تبقى فيه حتى شي حاجه ديال الماء. هنا زدت الاعشاب المنسمه. الاعشاب المنسمه غادي نبقى نزيدها حيت ما ضفتش في الاول مع العطريه الزعتر. ممكن نتوما اضافه الزعتر ولا الاعشاب المنسمه مع العطريه. كيف ما شفتوا هاد المرحله هذه غادي نديرها للحوت كامل اللي شحرت. نفس المقلاة زيت، زبده ومعلقه ديال الشرموله. وغادي نجيب كيلو ديال الكروفيت منقي. بالنسبه للكروفيت كاين اللي ما كاين اللي كيشرملو كيحطو فوق البسطيله. بالنسبه لي انا كنبغي نشحرو ويدخل فيه الطياب شويه، كنحيدو ما كنكثرش ليه. صافي كنبقى نحركو شويه حتى كيطيب، كنحيدو حتى هو، كنزيدو على داك الشبكه اللي كتصفى لينا حتى هو باش كيتصفى، باش ما نبقاش لنا كاع داك الماء اللي كيطلق نهائيا في الحوت. في نفس المقلاة كندوزو فيها كلشي بطبيعه الحال، زيت، زبده والعطريه ولا الشرموله عفوا. وكندوز فيها هنا عندي السيبيه، حتى هي عندي صغيره، هي ما تفوتوش فيها الطياب. شرملتها حتى هي كيف ما شفتوا، خليتها كطيب شويه. صافي بدا كيدخل فيها الطياب، حيدتها حيت دغيا كطيب. داك الماء اللي كنا صفينا زدت عليه شويه ديال الماء الكروفيت ورقدت فيه الشعريه. في مقلاة غادي ندير الزبده والزيت وشرموله، وغادي ندير فيه الفطر الاسود المجفف، رقدته في الماء طيب حتى تنفخ، درته في الهاشوار حتى ولا على هذا الشكل هذا، وشحرته حتى هو. دخلت فيه العطريه، شحرته حتى تشحر وحيدته. هو ما غاديش نزيدو على الشبكه الاولى، هذا ما غير كينشف، بالعكس كل ما شحرتيه كل ما كينشف. هو والشعريه الصينيه، الحوت فقط اللي كيكون طارق الماء هو اللي كنديرو في شي شبيكه يتصفى. وداك الشيء اللي تصفى راه ما ضيعناش، درنا به الشعريه الصينيه كيف ما كتشوفوا. حتى هي كندوزها في العطريه حتى كتنشف وكنحيدها. هنا ما تصورش ليا المقطع، راني حطيت الحوت كامل، زدت عليه الشامبينيون، زدت عليه الشعريه الصينيه. غادي نزيد عليه واحد الملعقتين ديال الحامض عصير، زدت عليه شويه الهريسه، زدت عليه المصير شويه، زدت عليه واحد المعلقه ديال الشرموله. بالنسبه للملح اللي غيسولني عليها راني ما درتهاش.
انا العناصر اللي درت تبارك الله كلها مالحه. عندي الحامض مصير، عندي الحامض عصير، عندي صويا صوص. يعني ما تحتاجيش، كتذوقي في الاخير، كتذوقي وكتشوفي الا كانت ناقصه الملح، الا ناقصه شي حاجه كتزيديها، ولا الحار. انا بالنسبه للحار ما كثرتش، ندير هذه المعلومه حيت عندي الوليدات الصغار، داكشي علاش ما كثرتش الحار. بالنسبه لهنا كنحاول انني نواتي ما بين الشعريه والحوت باش ما كتجيش الشعريه غالبه على الحوت. هنا كيف ما كتشوفوا كنحاول نحيد ديك الهريزه، حيت كتبقى شاده الا ما فرتتهاش بيديك بحال هكا راه ما كتحلش. داكشي اللي كنحاول ندير دابا. صافي غادي تسولوني على الحوت ديال الميرنو شنو درنا به. حيدناه من الفران وحيدنا ليه الشوك وزدنا عليه واحد المعلقه ديال العطريه وخلطناه صافي. وكنزيدو فوق الحشبه. كاين اللي كيديروه هو الاخير، حتى كيمونطي البسطيله وكيدير فيها، هاد كيديروا. بالنسبه ليا انا حاولت نديرو مع الحوت يجيني كلشي مخلط، وزدت فرماج احمر كاضافه. كيعجبني انا مع الحوت، كيجي تيتواتا معاه بزاف بزاف بسطيله الحوت. وهنا عفوا مشات ليا درت واحد الصينيه، درت فيها 4 ديال الورقات ووحده الوسط. حطيت الحشوه، ديك الورقه اللي درت الوسط كيف ما شفتوا راني جمعت بها، وحاولت ندير ورقه واحده اخرى من فوق الحشوه باش ما تخرجش ليا. ركزوا معايا، درت 4 ديال الورقات في الصينيه، وحده على وحده، وحده على وحده، وحده على وحده، حتى كدور الصينيه. وكديري وحده الوسط، كتحطي الحشوه، كتزيدي وحده. بالنسبه لهذا الخليط فيه الزبده بطبيعه الحال محيد منها الماء، كتبقاي دوبيها حتى كيحيد منها الماء. كتبرد كتزيدي عليها الزيت، شويه تحميره وشويه ديال الصويا صوص. انا هذا هو المونتاج اللي غندير ليها، هذا هو المونتاج الفينيسيون الاخر اللي غندير ليها. كنحاول نجمعها بهذا الشكل هذا، وكنقطع دوك الزوائد كاملين باش ما كتجيش منفوخه من الفوق. انا واحد النصيحه، ما تحاولوش انكم تجبدوا الورقه بزاف لانها ولا تصيروها بزاف. كتحاولوا غير بيديكم راخين ايديكم نتوما كتجمعوا. الا زيرتوها بزاف راه كطرطق في الفران، كتجي كامله مشقه، ما كتجيش كاع زوينه. هذا السر من الاسرار ديال البسطيله باش ما تشققش في الفران وتكون العافيه ميله، ما تكونش مجهده. وكنتقبوها بواحد الكيغدو بطبيعه الحال باش ما كتطرطقش لينا. كنستمر بهذا الشكل هذا. انا كنمونطي، انا كنحيد الزوائد. وكيف ما ذكرت، اللي بغى يعاود يدير ليها الورقه من الفوق راه يديرها، وديرها سامبل ويزوقها باش ما بغى. بالنسبه لي انا اختاريت ندير ليها بحال هاد الشكل هذا، كيجي موج بحال هكا. وكنحيد اطراف اللي كتكون زايده من الفوق باش كيف ما قلنا باش ما تجيناش مدقسه من الفوق. صافي كنحاول انني نقادها حتى كتكاد. ومن الفوق كنحاول ندير شي حاجه. الورقه اللي شاطت ليا ديك اللي حيدت كاع اللي قطعت، نحاول ندير بها شي حاجه من الفوق باش ما كتبقاش ديك الخويه الوسط. وصافي نحاولوا نلصقوها بالبيض. هي باش ما كتحيدش من الفوق، يعني ما كتقلعش. صافي من بعد ما كنمونطيها كنديرها في واحد اللاطه ديال الفرن كتكون فيها بابي سولفيريزي باش كتساعدنا باش نحيدوها بسهوله. كنثقبها كيغدو كيف ما ذكرت معكم. كنديرها الفران يكون سخون بزاف من الفوق ومن التحت، ولكن ما كنشعلوش من الفوق فاش كتكون بغات طيب، كنشعلو غير من التحت حتى كطيب من التحت، عاد كنشعلو من الفوق باش تحمر. انا درت درجه حراره 200 250. ديروا 250 باش طيب على خاطرها. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. حاولت انني نزينها بشويه ديال شرائح الليمون وشويه ديال الكروفيت سوتي. وهذا هو الشكل ديالها في التقديم، كتجي زوينه. غادي نحولها لداك التبصيل اللي كتشوفوا. غادي نحاول ندير لها شويه ديال الخس. ونتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه ديال اليوم، ونكون انني شرحت لكم مزيان جميع التفاصيل اللي غادي تكونوا سولتوا عليها. وهنا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الى وصفه قادمه وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.